حبايبي الحلوين، كان يا مكان في غابة كبيرة وبعيدة عاش دب صغير اسمه ماكس. ماكس كان مش بس دب شجاع، لأ، كان محب للخير وودود لكل الحيوانات. بس كان في حاجة واحدة بس بتخلي قلبه بيرقص من الفرح، وهي العسل. وفي ليلة من الليالي اختفى العسل. ده مش مجرد عسل عادي، ده عسل أسطوري. النحل بيعمله مرة واحدة بس في السنة، بيكون طعمه سحري وجميل. وفي الصبح صحيت الغابة كلها على خبر اختفائه، والمكان اللي كان بيبقى موجود فيه العسل كان فيه غبار فضي لامع مع ريحة غريبة. النحلة الملكة كانت حزينة وقالت في حاجة غامضة حصلت، أنا مش عارفة إيه اللي حصل. قرر ماكس إن هو لازم يحل اللغز ده، مش عشان بيحب العسل بس، لأ، عشان يرجع الفرحة لقلوب النحل وكل الحيوانات. وهو بيبدأ رحلته قابل حكيم الغابة، بومة عجوزة قاعدة على شجرة ضخمة. سأل ماكس عن لغز العسل، والبومة بصت له بعيونها الحكيمة وقالت يا ماكس، علشان تلاقي العسل لازم تتبع همس الريح في متاهة الشوك المسحورة، وهناك هتلاقي اللي بيعرف سر الغبار الفضي. ماكس بدأ رحلته وكانت الريح بتهمس فعلا. مشى ورا الهمس لحد ما وصل لمتاهة من الشوك عالية ومخيفة، وهو محتار يعمل ايه. لقى ثعلب ذكي كان بيحاول يعدي المتاهة عشان يوصل لبركة الأمنيات. الثعلب قال يا ماكس، أنا عارف الطريق، بس في ألغاز لازم تتحل. كل ما تختار طريق غلط الشوك هيطلع أكتر. الدب والثعلب بدأوا يحلوا الألغاز مع بعض، والثعلب كان بيستخدم ذكائه الحاد، وماكس بيستخدم قوته وشجاعته. وبعد صعوبات كتير وصلوا لقلب المتاهة، ولقوا هناك أرنب حارس اسمه زغلول كان بيحرس مدخل كهف سري. سألوا ماكس عن سر الغبار الفضي، رد عليهم الأرنب وقال لهم ده غبار من وردة الظلام اللي بتنبت في أعماق الأرض، والوحيد اللي بيعرف طريقها هو الضفدع الماهر اللي بيعيش في بحيرة القمر. الثعلب والدب راحوا لبحيرة القمر، وفعلا لقوا الضفدع الماهر. بعد ما أقنعوا ماكس إن هما بيدوروا على العسل علشان يرجعوا الفرحة للغابة، الضفدع الماهر وافق يساعدهم وقال لهم وردة الظلام بتسحب السعادة، لكنها بتخاف من ضوء الشموع المبهجة. واداهم شمعة سحرية وقال لهم النور ده هيوصلكم للوادي اللي فيه الوردة. الدب والثعلب والضفدع مشوا ورا نور الشمعة ووصلوا لوادي مظلم جدا. ووسط الضلمة لقوا وردة كبيرة سودة بتنور بغبار فضي وبتسحب العسل الأسطوري ده. بس ما كانتش لوحدها، كان في دب كبير جدا اسمه غضبان كان بيجمع العسل ده عشان يعيش لوحده في سلام بعيد عن الحيوانات. لما ماكس شافه فهم القصة. غضبان كان دب وحيد، ووردة الظلام كانت بتخليه حزين دايما. ماكس قرب منه بهدوء وقال له احنا مش جايين عشان ناخد العسل، احنا جايين عشان نرجع لك الفرحة. ماكس حط الشمعة السحرية جنب الوردة، والنور بدأ ينتشر. وردة الظلام بدأت تتلاشى، وظهر مكانها عسل سائل بيلمع. غضبان بصلهم وهو متفاجئ. ماكس قاله احنا كنا محتاجين أصحاب، مش لازم تكون لوحدك. غضبان بكى من الفرحة ورجع كل العسل للغابة. ومن اليوم ده غضبان بقى صديق ماكس، وكل الحيوانات في الغابة احتفلت برجوع العسل الأسطوري. وماكس بقى بطل، مش علشان شجاعته بس، لكن عشان قلبه الطيب اللي قدر يرجع الفرحة للغابة كلها. ايه رأيكم يا أصحابي في القصة دي؟ أتمنى تكون عجبتكم. أشوفكم في حدوتة تانية. مع السلامة يا أصحابي.